نقار الخشب الصغير عنده بقى هو أكتر حاجة حامية في العالم. الأشجار بيتنقروا في ثواني وبيبقوا حتة صغيرة وما بيخليش للحشرات مكان يستخبوا فيه. بقوا كمان أداة قوية يقدر يقطع بيها الأشجار مهما كان سمك الشجرة، بيتقطع بضربة واحدة. عشان نقار الخشب وودي اتولد مختلف، اتولد جوه بيضة ذهب. قبل ما يفقس بدأ ينقر في قشرة البيضة. ساعتها أبوه بدأ يخبط على الترابيزة عشان يساعده يخرج، لكن القشرة الذهب. وفعلا النقار الصغير قدر ينقر قشرة البيضة ويخرج، بس بشكل غير متوقع. البيبي ده اتولد بكرش كبير زي الملك. الأب جاب له معلقة أكل كلها حب يحطه في عربية البيبي، لكنه بدأ يقضم الترابيز والكراسي. فالأب اداله شاكوش، وفعلا بقوا تشغل على طول. لكن البيبي خبط راجل أبوه بالشاكوش، ورغم إن الأب اتألم جدا، لكنه لما شاف ابنه بيعيط جاب له لبن على طول. لكن البيبي كسر التيتينة على طول. بعد كده قفل بقوا الأب جري يمسك التيتينة بالباب وكان ناوي يفتحها. فجأة نقار الخشب الصغير قال إنه هيجي يساعد، وفي الآخر هو اللي فتح الباب. الأب على طول وطاير لحد المدخنة، خرج يجري، ولحسن الحظ اتعلق فوق الأشجار. بص لقى ودي بيجري. الأب جري عشان ينقذه، لكن نقار الخشب حول الشجرة الكبيرة لسلسلة. الأب نزل من فوق الشجرة وودي افتكر الإسعاف، وبعد ما اتصل بالإنقاذ بدأ يطير بنفسه. ابتدى يتنقل بين الأشجار الكبيرة ويعالجهم من وهو صغير لحد ما كبر وبقى عجوز، وما وقفش لحد ما بقى مش قادر يطير. لكن حصلت معجزة، وودي وقع بالصدفة في بئر الأمنيات، وفجأة رجع شكله شاب تاني. في اللحظة دي لقى قدامه أشجار كتير، فرح وبدأ يقطع فيهم. بس المرة دي كان شجر مزيف معمول من كومة صخور